نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا يا جماعه شوفوا الكارثه اللي حصلت لي، تعالوا شوفوا الهبل والعبط اللي انا فيه ده. اخرة اللي تمشي ورا حاجه سمعت عنها. هو ده بقى لوجك اللي قلبين الدنيا قلبين الدنيا على النت عليه. لوجك 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 لوجك. اديني طلبت منه علبتين، قالوا العلبتين بالشيء الفلاني، وطبعا دفعت فلوس وخدوا مصاريف شحن وجاب لي العبوتين. لو عايزه اقول لكم ان انا رشيت الرش ده وسبته اكتر من ساعه الا ربع وما عملش حاجه، تقولوا عليا كدابه. دعكت بالسلك لحد ما ايديا اتعورت من كتر الدعك وما عملش حاجه. كبيت تاني بعد ما دعكت وغسلت، رحت حطيت تاني ودعكت برضك بالسلكه ومفيش فايده. قالوا لي بيحوش الصدى اللي في الارضيات مكان الانبوبه. طبعا ده تحت عند حماتي. مكان الانبوبه والبتاع ما عملش حاجه. قالوا بيحوش الحاجات اللي على الطاسات والدهون، وزي ما يوتيوبرات واحده من اليوتيوبر منزله لهم يعني بلا ذكر اسماء، وقالت ان هو كويس وفعال واستخدمته. بس انا اكتشفت ان العلبه اللي كانت في الفيديو، الازازه اللي كانت في الفيديو مش هي لون الازازه دي خالص. قاعدين سبته كده اكتر من ساعه الا ربع. هحط بقى الكوش بتاعته هنا بعد ما اتحطت اهيت، واحط عليها تاني وهسيبها برضو مفيش فايده. كل اللي اقدر اقوله حسبي الله ونعم الوكيل في الشركه ديت، عشان ده فلوس يعني اللي انتوا واخدينه ده، مش فلوس مش شويه يعني. مصاريف شحن وحق العلب دي. والله العظيم بجد بجد يا جماعه انشروا الفيديو دوت لاي حد عشان يوصل لهم ان هم ما يضحكش عليهم ويشتروا العلبه دي. ولو كان حد جربه يكتب في الكومنت اللي هو جربه وحلو او وحش. وحطيت ودعكت زي ما انتوا شايفين كده وسبته غرقته خالص، يعتبر ان انا فضيت العلبه عليه اساسا. وحطيت على اللي في البلاستيكيه دوت بردك كده، غرقته برضه وعلى الحوامل زي ما انتوا شايفين. سبته ساعه الا ربع وبدات ان انا ادعك في السلكه، لو مستحيل اي حاجه راضيه تطلع من مكانها لحد ما ايدي اتعورت. هو اي نعم يعني شال، بس يعني مش زي ما هما جايبين في الفيديو اصلا. شوفوا ده كده بعد ما اتهلكت فيه داعك، يعني ايدي اتعورت من كتر الدعك فيه اهو. هتشوفوا النتيجة دلوقتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيها شركة، اقسم بالله. انا جربت قبل كده في نفس البوتاجاز دوت، جربت المنتج اللي هو اسمه تاتش بتاع مدام سامية الجمل. اقسم بالله اقسم بالله البوتاجاز طلع من تحت التاتش دوت ما كملت نص ازازة او ربع ازازة، وطلع البوتاجاز كأنه جديد. فعلا تاتش يعني لا يعلى على اي حاجة إن كان. بس يلا بقى الواحد بيمشي ورا كلام النت وضحك على الناس وعمال على الناس وخلاص. الواحد ما يقدرش يقول حاجة غير حسبي الله ونعم الوكيل في شركة لوجا، لأنه هو مش رخيص، مش رخيص خالص يعني. شوفوا ولا أي حاجة طلعت. دبعت دعك إيديا لما إيديا اتهرت. والله العظيم لو ينفع أصور إيديا اتهرت. هو أي نعم ملوش ريحة ولا بخنق، بس يعتبر ما بيعملش حاجة يعني. ده دعك السلك. أدي الطاسة اهيت هغرقها قدامكم. هغرق الطاسة اهوت أهو زي ما انتوا شايفين كده. أهو دي كانت تاني إزازة. الازازه الاولانيه خلصت، دي تاني ازازه اهو. سبتها نص ساعه وقلت اما عملت على الحوض كمان وهو معمول استانلس اهو، قلت اما اعمل عليه كمان المعه وابخ عليه. ولا اي حاجه. اتفرجوا بعد نص ساعه ودعك كمان. هنا برضو رشيته وسبته شويه ولا عمل اي حاجه. ده مكان الانابيب كده ولا عمل اي حاجه. على الاستانلس برضو رشيت اهو. البقع والدهون لسه زي ما هي. البوتاجاز اهوت. والله يا جماعة بجد أنا مصدومة. والفلوس اللي أنا دفعتها أنا مش هندم عليها والله. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يا جماعة والله العظيم شيروا الفيديو دوت وهاتوا فيه أكبر عدد إن انتوا تعرفوا الناس ما تجيبوهوش.